عندي صديق فرنسي، الله ايش عليه، صديق فرنسي بالدوام، حلو. فرنسي ما شاء الله عليه، لحيته لهنا، تعرف اشقر ما شاء الله عليه، يعني مميز. فيتمشى كل يوم، ما عمري اخذته وعطيت معاه بشكل كبير يعني. هذاك اليوم ما ادري ايش جاني، تعرف ما عندي شغل، قلت له يا ابو فلان قاسم، قلت تعال تعال. جاء طال عمرك ليش قاسم؟ لانه يتكلم عربي احسن مني ومنك بالنهايه. المهم جيت وقعد عندي، مرحبا شلونك كيف الحال يا اخي سولف لي عن نفسك، انت ايش جابك المجال هذا؟ اول شيء شركات يسمونه بتروكيماويات او كذا، ايش جابك يعني؟ كنت رجال ما شاء الله عليك، باين انك مهتم بامور الدين، يعني ليه ما رحت مثلا صرت معيد بجامعه او شيء ولا كذا؟ قال والله ما يقبلوني، يعني فرنسي انا ما يقبلوني. شلون ما يقبلوني؟ قال والله ما يقبلوني. قلت له انت خريج وين؟ قال انا خريج المدينه المنوره. قلت ما شاء الله والله كويس. قال بس تخرجت متاخر. قلت له قال لي اني اسلمت متاخر شوي. اسلمت، حدثني عن سؤالك. قال اسمع يا طويل العمر، انا كان لي اصدقاء، واحد جزائري وواحد ليبي، او قال لي جزائريين اثنين، ما اقدر افتي لك فيها. يقول كانوا عندنا بفرنسا باري، يقولوا كانوا هذول من اعز اصدقائي، لدرجه اني مخلي الدنيا كلها ومعاشر الاثنين هذول. يقول ما بقى شيء بالدنيا ما سويناه، كل شيء توقع سووه. يقول مرت السنوات وحنا مع بعض من ايام الثانويه لايام الجامعه لحد ما تخرجنا من الجامعه. يوم تخرجنا من الجامعه عاد قمنا نبي نقرر كل واحد وين يبي يروح ولا وين التخصص اللي يودي له. يقول في ايام العطله الصيفيه تقريبا، يقول الشباب ابتعدوا عني ابتعاد كلي، تقريبا تعرف اللي حسيت انهم ما يبون يماشوني. هنا انا احترت شو السالفه. يقول فجيت عليهم يا جماعه ايش الموضوع؟ ايش العلم؟ ايش فيكم كذا؟ قال لا والله ما في شيء، وحنا تعرف عندنا امور شخصيه وكذا. قال عاد الا تعلموني وش الموضوع، لازم تقولوا لي ايش عندكم ابتعد. قالوا الله بالخير، قال الله بالخير، قال يا عمي حنا ناس تركنا كل سوالفنا البايخه اللي سويناها قبل ونبي نلتزم، وناس الحمد لله ان شاء الله ان الله هدانا. يقول انا مستغرب من الكلام هذا، وش يقول ما فهمت شلون يعني الله هداك؟ قال له تعال. يقول اخذوني ورحت معاهم ولا موديني المسجد، قالوا هذا مكاننا الان ما نطلع منه. قال اوكي يعني وبعدين؟ قال والله هذا خلاص احنا نبي صلاتنا هنا كذا ونطلع، خلاص احنا يعني مسكنا طريق الدين. قال يعني الطريق هذا ممنوع علي انا؟ قالوا يا ولد شلون تصير معنا انت رجال مسيحي يعني بالنهايه؟ قال يعني المسيحي ما يصير يسلم؟ قال يعني انت تبي تسلم؟ قال يقطعك يا رجل ما براسه حميه معكم. قالوا يا ولد من جدك انت؟ قال يا امزح معكم انا، خلص علي خلاص انت الموضوع، انا رجال معكم. يقولون جابوني الشباب وفرحانين فيني، تعرف عند الجاليات ودعوه الجاليات عندهم. يقول عاد سبحان الله اسلمت وشرح الله قلبي للاسلام، لدرجه اني ما قمت اشوف بالدنيا غير الاسلام والدين. شو سبحان الله، الصحبه احيانا تجرك المعروف، ومش احيانا والله بكل وقت، يعني دائما الصحبه، دائما اذا شفت اخوياك مالوا يمين يسار ولا كذا اسحب عليهم ولا ترد عليهم، خاصه الشباب الصغار لا ترد على احد، لان اصلا لا تحسبها يعني بالعقل، ترى الدنيا كلها قصه قصيره، يعني مش روايه بعد، قصه قصيره، فلا يوردوا لك النار. خليك مع اصحاب معروف. خلينا نكمل موضوعنا، موضوع الفرنسي طال عمرك. المهم الرجال الفرنسي هذول وصلنا على موضوع انه يوم انه اسلم، الرجال دخل بالاسلام بشكل عميق ما شاء الله. الرجال تعمق بالدين الى ان اصبح سبحان الله بمشيئه الله سبحانه وتعالى داعيه، وبهذا المجال اسلم على يده بعد الله سبحانه وتعالى ناس كثير. يقول احيانا اعيش غربه سبحان الله وانا بين اهلي. شلون اعيش الغربه؟ يقول امي مسيحيه واختي مسيحيه وابوي شيوعي من الطراز الفريد، يعني امه واختها يمكن مقدور عليهم، لكن يقول ابوي لا دين ولا مذهب ما في. يقول فسبحان الله انا اختي قريبه عندي، يقول بحاول اني ادخلها الاسلام باي طريقه. يقول في يوم من الايام جلست انا واختي على اساس اني قاعد اناقشها والامور الدينيه وهذه، فما كانت تلقي لي بال، وكانت تسمع المطربه عندهم فرنسا مشهوره جدا جدا جدا. يقول وانا قاعد اتكلم وهذا تعرف اللي ما لقيت اخر شيء قلت يعني وش تبي؟ قالت انت تبي توصل له؟ قال ابيك تسلمين. قالت والله ما تشم مني ريحه الاسلام بس توكل على الله. يقول يوم خلصت السوالف ما لقيت معها اي حاجه، قلت بس ترى ببالي سؤال يعني. قال تفضل. قال منو قدوتك في الحياه؟ سكتت. قالت المطربه هذه اللي قاعد تسمعها. يقول هنا دارت ببالي الافكار. يقول اخذت تشرتي والكتب الدعويه والامور اللي عندي كلها وتوجهت الى المطربه. يقول هنا بديت رحله جديده بالدعوه. شنو الرحله؟ اني كيف اوصل للمطربه هذه. يقول سبحان الله بصعوبات كبيره لكن الله سهلها ووصلت. يقول بعد ما وصلت الى السكرتارية المدراء، يقول مطربة كبيرة عندنا في فرنسا، يقول اخر شيء طلبت مقابلتها قالت حياك الله. يقول جيت طال عمرك ودخلت عليها. يقول جلسنا مع بعض واخذنا بالسوالف وحكي وقهوة وشاي وضحك وكذا وكذا. قالت ايش تبي توصل له؟ امر تدلل تفضل انت باين وجهك عاد هو مزيون ما شاء الله. يقول هنا اعطتني مجال وادخل معاها بالاسلام
على طول بسوالف الإسلام والدعوة الإسلام، والإسلام شنو اللي وراه وشنو اللي دونه وشنو من الأمور هذه كلها. يقول سبحان الله وأنا قاعد أسولف معها أحس إن وجهها انشرح الإسلام، انشرح حتى الحديث اللي قاعد أسولف فيه. يقول يوم خلصت السوالف هذه قالت زين واللي يبي يسلم شو يسوي؟ قال يعني ندخل بالجد؟ قالت ادخل بالجد. قال اللي يبي يسلم يتوب من كل شيء. قالت يعني حتى الغناء؟ قال حتى الغناء أولها أصلا، مو حتى الغناء أولها التوبة من الغناء. يقول هنا طال عمرك أعطيتها كل شيء عندي، الكتب والأشرطة وكل شيء الأمور هذه. قالت خلاص خلني أسمعهم وأقراهم وأرد لك خبر. يقول بس أنا سبحان الله توقعت أنها راح تسلم اليوم ولا بكرة. يقول بعد أيام جاني اتصال من مكتبها، السلام عليكم. السلام، تعال تفضل عندنا نبيك. يقول أخذت أغراض ورحت عندهم. العلم؟ قالت أنا أبي أعلن إسلامي. انتهى. يقول قلت له الساعة المباركة، عز الله الساعة المباركة. يقول نطقت الشهادة وأسلمت وصلت ركعتين لله سبحانه وتعالى. يقول وخذنا بالسوالف أخذ وعطاء. يقول سلمت عليها طال عمرك وأعلنت إسلامها عن طريق كل السوشيال ميديا، كل الإعلام الموجود في فرنسا علم بإسلام هذه الفنانة أو المطربة. يقول بعد أيام اتصلت عليها، مرحبا كيف الحال شو أخبارك؟ قالت هلا أبو آدم تفضل. قال والله أنا عندي طلب. قالت أنت تامر أمر، شو اللي تبيه؟ قال الحين أجيك المكتب وأعطيك الطلب اللي عندي. يقول يوم وصلت عندها سلمت عليها، قلت لها بالمختصر أنا عندي أخت من دبرة معك تموت على فنك وتموت على طربك وما تدري أصلا أنك أسلمتي، فممكن تخدميني؟ قالت الخدمة اللي تبيها بس أنت آمر. قال أبيك تمسكين تليفونك تدقين عليها وتقولين لها معك الفنانة فلانة وتدعينها الإسلام. شوف سبحان الله. قالت غالي والطلب رخيص، اترك عنك التليفون، وين بيتكم؟ يقول أنا هنا تفاجأت، ركبت معي ورحنا البيت عند أختي. يقول يوم جينا البيت طقينا الباب، فتحت الباب أختي. يقول يوم شافتها يقول أغمى عليها من كثر المفاجأة. شوف شلون مدبرة معاها، انجنت ما صدقت الوضع. يقول المهم يوم صحصحت وشافت الوضع وشافت الأمور كلها وتأكدت أنها أسلمت الأمور هذه، سبحان الله يقول بدأ الاقتناع فيها، بذرة الإسلام بدت فيها. يقول عاد سبحان الله بعد أيام أختي بدأت تقتنع بالإسلام وتقتنع بأمور الإسلام وتفكر فيه وتقرأ كثير. سبحان الله يقول لك المرء على دين من أحب. يعني شوف سبحان الله اللي جرها. قلت الحين زين أختك أسلمت ولا ما أسلمت؟ قال والله شوف هي بداية الإسلام إن شاء الله، لكن دعواتك إن الله يشرح قلبها. قلت ادعها أنت إن شاء الله، أنت دعواتك إن شاء الله أنا مستجاب، أنت اللي. فشوف سبحان الله شلون يجاهد على أساس في سبيل الدعوة. شوف ناس سبحان الله احنا مو مقصرين، احنا الله يستر علينا، بس الله يستر علينا ويرحمنا برحمته ولا نولي. المهم قام من عندي يبي يمشي. قلت لحظة أنت رجال وش درست بالمدينة المنورة؟ قال والله درست الحديث درست. قلت لا فائدة، يعني عطني فائدة، أنت أعطيتني قصة بس عطني فائدة. يا جماعة حطوا ببالكم الفائدة والله تشرب فلوس قسم بالله، بس مثل الأشخاص هذه لا تطوفه. خذ منه الفائدة، خذ منه معلومة، خذ منه اللي تقدر عليه. المهم قال لي تبي لك معلومة؟ قلت والله أبي لي معلومة بس ما أعرفها. قال أتحداك تعرفها. قلت عز الله أنك قوي، يلا توكل على الله. قال ما الفرق بين الصبر والصبر الجميل؟ تعرف أنا سكت قلت شلون يعني؟ قال يعقوب عليه السلام يقول فصبر جميل والله المستعان. ما قال وصبر، يعني ما قال الصبر الحالة، قال صبر جميل. قلت اوكي. قال يعني في صبر جميل في صبر. وش الصبر الجميل؟ اللي الله سبحانه وتعالى يجازي عليه، مش الصبر العادي. الصبر الجميل وش هو؟ تدرون وش الصبر الجميل؟ والله يا ابو ادم هذه اول مره اسمع فيها. تفضل. قال الصبر الجميل هو الصبر بلا شكوى. شو سبحان الله، التشكى وتقول صابر انت ما صبرت. تعرف انا على طول تحمست، يا الله يا والله العظيم اقسم بالله معلومه ما بعدها. صحيح شو سبحان الله احنا نصبر احيانا بس نشكي. تلقانا سبحان الله احيان كثيره نصبر لكن كل صبرنا بشكوى. تقول والله اني صابر لكن يا اخي يخرب بيته يا اخي. الشكوى هذه سبحان الله هي اللي تمحق الصبر اللي عندك. تدري يا ابو ادم يبي لنا جلسات ثانيه، ومعاكم ايضا يبي لنا جلسات ثانيه، بس خلوني اسرق منه معلومات واجيبها لكم ان شاء الله خلال الايام الجايه. تصبحون على خير.